السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل اخواتي وحبايبي الغاليين. يا رب تكونوا في احسن حال وفي اتم صحة. النهاردة ان شاء الله بقى اكلتنا دي اكلة شعبية اقتصادية سهلة بسيطة. هنعمل معاكم النهاردة فتة بدون فراخ ولا لحمة، وهي احلى حاجة بنعملها في الشتاء. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم فتة العدس. انا كنت عملت معاكم قبل كده العدس على القناة، عملنا شوربة العدس. ان شاء الله هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. هنا انا معايا مية على البوتاجاز سخنت. العدس دوت نص كيلو. العدس مغسول طبعا، ونزلته كده في المية، وبعد كده هسيبه بقى يغلي كده غلوتين. وطبعا ببقى مهديه عليه لان عشان ما يفورش وينزل على البوتاجاز. كمان انا ضفت معاه طماطم، 4 حبات كبار كده طماطم، وبصل مقطعاه، بصلتين كده مقطعاهم. وكمان ضفت عليه كمان جزر، قطعت جزر كده دواير. سبت بقى كل الحاجات دي. طبعا كل العدس ما بيحتاج ميه. اما بلاقيه نشف كده من الميه بضيف له ميه لغايه ما الحاجات دي اتهرت معاه واستوت كويس. وبعد كده اخدته ضربته في الخلاط زي ما حضراتكم شفتوا كده وصفيته. وبعد كده نزلته طبعا في الحلة تاني. انا حابة اشكر طبعا يا جماعة كل الناس اللي دخلت لي القناة جديدة. اتمنى اكون عند حسن ظنكم، واتمنى اقدم لكم كل مفيد وكل حاجة جديدة، وان شاء الله قناتها تكبر بيكم ونورتوني وكلكم على راسي. هنا طبعا بعد ما نزلت العدس بقى عشان هخليه يغلي غلوتين كده. وبعد كده بقى خليكم معايا عشان تشوف الحاجة الجديدة اللي انا يعني هعملها هتخلي العدس طعم تاني. معايا هنا شوية ملح، وعليهم نص معلقة صغيرة سكر، ومعايا بابريكا وكمون. العدس طبعا بيحب الكمون كتير شوية، و7 بهارات، وكمان شطة حسب الطلب. هنا بقى دي الطشة بتاعته. انا المرة اللي فاتت كنت عاملة الطشة بتوم بس. النهاردة بقى كده هضيف لها الطماطم. هنا انا حمرت التوم في شوية زيت، وضفت عليها الطماطم مقطعاها كده مكعبات، واحط لها شوية ملح برضو صغيرين كده، وشوية مية عشان الطماطم لغاية الطماطم بقى ما تتهري كده وتنعم معايا. بعد كده طبعا بقى العدس هيغلي. هنزل بقى عليه الطشة بتاعتي دي. ان شاء الله الطريقة دي هتعملوها ان شاء الله وتعجبكم، اتمنى تعجبكم. واتمنى لو انتوا اول مرة تدخلوا قناتي اتمنى تنوروني باشتراك في القناة ولايك حلو كده، وكمان تفعلوا الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل حاجة جديدة بعملها. بعد كده بعد ما نزلت بقى الطشة دي كده على العدس هسيبه برضو يغلي غلوة كده، وهبدأ بقى احضر للفتة. ده العيش الملدن اللي انا عاملاه معاكم على القناة، عيش ناشف طبعا. كسرته. ومعايا هنا بقى دي الحاجة اللي انا هقدمها معاه برضو بصل. نزلت بقى الشوربة كده وهي سخنة على العيش اللي انا كسرته. وهنا الزيتون دوت جاي لي يعني محبة كده من واحدة جارتي، ما شاء الله عجبنا جدا، هي تستاهل بصراحة لقب شيف. كمان معايا هنا البصل اللي انا قطعته ده ضفت عليه خل وليمون وشوية ملح وشوية شطة، ومعايا جرجير. بتبقى أكلة جميلة جدا، أتمنى تجربوا الوصفة وتعجبكم.